واحد من أعظم ملوك المسرح، حياته كانت لوحة مليانة بالتفاصيل. إزاي نجح وإزاي فضل في قلوبنا لحد النهاردة؟ تابعوني في شخصية مؤثرة مع مروة صالح. أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. كرم مطاوع ابن مدينة دمياط، اتولد سنة 1933. من صغره كان بيحب الفن والتمثيل، وده كان باين عليه من أيام المدرسة. وبعد ما خلص دراسته في كلية الحقوق قرر يسيب كل حاجة ويمشي ورا حلمه الكبير. كرم مطاوع خد خطوة جريئة وسافر إيطاليا عشان يدرس المسرح، وهناك في أكاديمية الفنون في روما اتعلم أحسن تكنيكات التمثيل والإخراج. بعدها عمل جولة في دول أوروبا زي إنجلترا وفرنسا وألمانيا والنمسا علشان يدرس الاتجاهات الحديثة في فنون المسرح. ورجع مصر في أوائل 1964. بدأ الفنان كرم مطاوع حياته الفنية بمسرحية الفرافير، وكانت من تأليف الكاتب يوسف إدريس. وتوالت أعماله المسرحية، من بينها ياسين وبهية والفتى مهران ومحاكمة راس السنة. ودخل كرم مطاوع في معركة مع الأزهر الشريف، وده بعد قراره إخراج رائعة عبد الرحمن الشرقاوي ثأر الله، ورفض الأزهر تجسيد آل البيت على المسرح. وبعد معركة طويلة استقر الأمر على إن الحوار لسيدنا الحسين يكون على لسان عبد الله غيث، ويقول قبلها قال الحسين. وقدم كرم مطاوع أدوار لافتة في السينما زي تجسيده لسيرة فنان الشعب سيد درويش، وكمان دوره المميز في فيلم إضراب الشحاتين. وطبعا كانت آخر أدواره السينمائية في فيلم المنسي. موافقة مش كده؟ لا مش كده. انت عارف ان الفلوس ما تهمنيش. شعارات طالعين لي فيها اليومين دول. اللي مش لاقيين ياكلوا الفلوس ما بتهمناش، واللي عندهم بالبلايين برضه الفلوس ما بتهمناش، مع انهم بيحبوا الفلوس حب بيموتوا فيها موت. وقدم العديد والعديد من المسلسلات والأعمال الدرامية التلفزيونية. اتجوز بالإيطالية مارجريت وأنجب منها التوأم عادل وكريم، وبعدها اتجوز من الفنانة سهير المرشدي وأنجب منها حنان مطاوع، وكانت آخر زوجاته المذيعة ماجدة عاصم. توفي الفنان في 9 ديسمبر 1996 عن عمر يناهز 63 عام بعد إصابته بسرطان الكبد. كرم مطاوع مش مجرد اسم، ده رمز للالتزام والإبداع والعشق الحقيقي للفن. استنوني في حلقة جديدة من حلقات شخصية مؤثرة مع مروة صالح.